السلام عليكم يا حلوين، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بوصفة سبانخ بالطريقة اللبنانية يلي احنا بنعملها بالبيت. كتير كتير طيبة، سريعة جدا، حدا رز مفلفل أبيض. يلا يلا خليني أورجيكم كيف. ما بتاخد معي أكتر من 10 دقايق، 15 دقيقة بالضبط، عن جد كتير سهلة. عندي هون لحمة مفرومة غنم. أنا بحب الغنم لأنه بحب هيك يكون فيها شوي دهن اللحم. إذا أنتم بتحبوا فيكم تجيبوا بقر أكيد. عندي كمان شقفة ثوم وبصلة فرمتهم. وعندي السبانخ جيبته أنا مفرز لأنه بيكون منظف ومقطع وخلص. على اللحم المفرومة حطيت بعض البهارات وملحتهم، كلهم حتلاقوهم بالديسكريبشن بوكس، يلي هن قرفة، بهار أسود، جوز الطيب، يعني 7 بهارات، هاي الاشياء. ومن بعد هيدا كله خلطت الثوم، قلت لكم حطيت حبة ثوم صغيرة مع بصل ومفرومين على الناعم، وعملتهم هيك مثل الكفتة تقريبا يعني. و... وهلأ هيك بعملهم كرات صغيرة، يعني هيك بولات صغار. وهلأ بدنا يا حلوين نقليهن على مع شوية زيت زيتون على نار تكون عالية، لأن انتو هلأ لما بدكم تنزلوا طنجرة فيها شوية زيت، بدي الزيت يكون على عالي لتاخد لون ونشوحها وما تبق ميتها اللحمة لما تنشف. فهمتوا كيف؟ فأنا هون هيك على السريع ورجيتكم كيف نزلت كل الكمية بهذا الشكل. أيوة. وهلأ من بعد ما هيك خليتها تاخد تشويحة على نار عالية، بدي بلش قلبون مثل ما شايفين، يعني كل ما تحمر من جهة بدي إياها تاخد الجهة التانية كمان لون. أيوة بهيدا الشكل. وبعدين بس اضمن انه على الجهتين صار لونهم احمر، يعني مثل هيك مثل ما شايفين على ذهبي يعني. بعدين بنزل السبانخ. فمثل ما حكيت انا جايبه سبانخ مفرز، بكون مغسول مقطع وكل شي يا الله، لانه السبانخ دايما بنزل كتير رمل وبده كتير وقت تنظيفه. اعتمدوا هالطريقة وعلي حتى دعولي. هلأ بنزل السبانخ المفرز، يلي بحب فيه يعمل اكيد بسبانخ طازة. بدي غطي عليهم من دون اي مي، من دون اي شي، لانه السبانخ المفرز فيه مي فحيبلش هو يبق ميته. اذا حسيتوا بده مي فيكن دايما تضيفوا. هلا عندي هون من بعد ما هيك بلش يستوي عندي، حطيت كزبرة خضراء وحطيت توم مدقوق. اذا كزبرة خضراء وتوم مدقوق. وبدي احط هلا انا اللحمة حاطة فيها ملح، اكيد انتو هون هلا بدكم تملحوا على ذوقكم. فانا هيك بدي اقلبهم وارجع غطي عليهم وخليهم تقريبا شي 5 دقايق على النار ليتغلغل طعمة الثوم والكزبرة معهم كمان. ومرقة اللحمة هيدا اللي هيك يا الله شو طيبة. عشان هيك أنا بحب مرقة اللحمة لما تكون غنم. فهلأ برجع بغطي عليه شوي وبتركه مثل ما قلت لكم شي 5 دقايق. وهلأ صار عندي جاهز. يا الله على الريحة، شو هالأكلة يلي كتير طيبة، كتير صحية خاصة بهالشتويات، وكتير كتير مغذية للولاد عن جد والله. يعني هيك كتير بحبوها ما شاء الله الولاد عندي. وعندي الرز الأبيض المفلفل البسمتي، شي رائع رائع، ريحة بتعقد طالعة بالبيت. هلأ احنا بنسكبون. في ناس بيحبوا يعصروا عليها حامض، فأنا بحط حامضة هيك بالتقديم. وفي ناس بيحبوا لبن، فاحنا بالبيت بننقسم، انا بحبها بالحامض واللبن مع بعض. لكزكزو هيك اسناني من الحموضة ولبن. يا الله شو بحب هالأكلة. فيا ريت تجربوها وتدعوا لي، وما تنسوني بالشير واللايك والسبسكرايب. وإن شاء الله يا رب تكونوا عم تحبوا وصفاتي، دعموني بليز. إذا بتحبوني ما تنسوني من دعمكم، وأنا بحبكم كتير. وجربوا هاي الأكلة وإن شاء الله إن شاء الله حتدعوا لي. بحبكم كتير. مع السلامة، آية.